السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ورجعت لكم تاني بعد غياب حوالي سنة، وهنرجع تاني بإذن الله، ومش آخر فيديو لينا، ومكملين معاكم بإذن الله في الفترة الجاية. أول حاجة بس، دي قناة أخويا بيبو الفنان، لأي حاجة تخص لودو عامة، نردات، كوينز، كاشات، أي حاجة أنت عايزها، نسخ، أي حاجة هتلاقيها عند أخونا بيبو الفنان. واسعاره جميله جدا، والراجل مضمون. ولو حتى عندك مشكله في الفيس بتاعك مقفول، اي حاجه عامه، قفل جديد، قفل قديم، اي حاجه باذن الله هتلاقيها عند اخوك بيبو هنا. ودي قناته هي على التليجرام، وده طبعا اليوزر بتاعه. تقدر تكلمه وتقول له بس انا جاي لك تبع محمد يسري، وباذن الله هيعمل معاك الواجب وزياده. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. مبدئيا كده، احنا الاول هنشرح بس قبل ما نخش في الشرح بتاع الثلاث نسخ مفاتيح الجداد اللي بينزلوا جنب بعض طبعا، وهتلاقيهم هيبقوا عندك بالشكل ده، اهي يسري 1 ويسري 2 ويسري 3. ودول 3 نسخ مفاتيح، التلاتة غير بعض، والتلاتة بينزلوا جنب بعض وبيبعتوا مفتاح مفتاح. وهشرح ده دلوقتي، وهشرح طريقة التسجيل وكل حاجة. بس خلينا كده في البداية نشرح حوار الحل بتاع الاكس 8 او السرعة عموما في اي نسخة طيران، او النسخة اللي هي الاصلية، بس اللي هي معدلة، اللي هي بتنزل جنب الاصلية والكلام ده كله. بيبقى فيها طبعا المشكلة اللي هي دي. هنفتح مثلا اي نسخة، لما بتيجي تشغل الاكس 8 بيجيب لك كده ما بتقدرش تشغله، صح كده؟ انا هحل لك الموضوع ده، وسهل وبسيط جدا، ومش محتاج اي حاجة. والكلام ده طبعا للاندرويد. تمام. تمام. يلا بينا نخش في الشرح على طول. مبدئيا كده يا حبيب اخوك، ادي مثلا عندنا النسخة دي اللي هي بتاعة المفاتيح بتاعتنا رقم 1 دي. هنسحبها نطلعها بره اهي. هي دي اللي احنا هنعمله مثلا الشرح عليها، مع ان الشرح موجود في اي نسخة عادية، مش شرط النسخة بتاعتي انا. تمام. اول حاجة هاجي كده وافصل النت قبل ما اخش النسخة، واروح جاي فاتح النسخة عادي. واروح جاي فاتح الاكس 8، واعمل اهو السرعة بتاعتي عادي جدا. انا النسخة مثلا بتاعتي بتستوعب عادي اي رقم. انا هعملها مثلا الرقم الطبيعي اللي انا بلعب عليه اللي هو 250. انا ما بحبش ازود في موضوع السرعة ده، هو 250 كفاية وبس، وعادي بتشتغل معايا وما فيهاش اي مشكلة خالص. انا دلوقتي لحد دلوقتي انا فاصل النت اهو، وحاجة اهو اروح جاي مشغل السرعة وموقفها تاني، وبعديها ارجع النت. كده النت عندي اشتغل. نتأكد برضو، هنخش هنا اهو على كمبيوتر عشان النسخة بس تتعدل وترجع كل حاجة زي ما كانت. كده تمام. نيجي اهو النسخة رجعت تاني زي الطبيعي. خش مثلا جيم بمليون ونشغل السرعة عادي. بس كده، وادي السرعة اشتغلت معانا، مفيش أي مشكلة. وكده تبقى المشكلة اتحلت. هي المشكلة كلها اللي أنت تفصل النت قبل ما تسجل قبل ما تخش في النسخة، وتظبط السرعة بتاعتك. وبعديها ترجع تاني تشغل النت عادي، وهتلاقي السرعة اشتغلت معاك ومفيهاش أي مشاكل. أهو أوقفها وأشغلها تاني، أعمل اللي أنا عايزه، خلاص كده السرعة اشتغلت زي الطبيعي بالظبط. من غير بقى ما حد يقول لك اللي هي مش هتشتغل، او حد يقول لك افتح الاعلانات واقفل الاعلانات. انا عموما قافل الاعلانات عندي. بس هي الفكره كلها في فصل نت وبس، يبقى كده المشكله اتحلت اللي هي بتاعت السرعه دي. تمام. تمام. نخش بقى في الشرح بتاع الثلاث نسخ بتوعنا. ادي ايه، دي اول نسخه منهم، ودي نسخه المفاتيح الاولى بتاعتي.
هستلم مثلا 51 مفتاح بتوعي. طبعا انا دلوقتي بجرب في اكونت يعتبر مفهوش فريند كتير اساسا، ده الاكونت الفيك بتاعي مفهوش فريند كتير يعتبر، بس هو برضو من ناحيه بيلم مفاتيح، فهو بيلم مفاتيح مش مزعلني في اي حاجه. بس انت مثلا لو عندك اكونت فيه حوالي 2000 3000 فريند، تسجل الاكونت على كذا نسخه وتعمل اللي انا هعمله ده بالظبط. انا اهو خلصت دلوقتي، اروح جاي اعمل كده وباعت منها المفاتيح، بتبعت 50 يعني يعتبر زي مفتاح بالظبط. اهو هعمل ارسال، هيبعت الاول 50 وبعديها يفتح تاني، هبعت لتاني 50 وهكذا وهكذا وهكذا. انا الاكونت ده مفهوش فريند كتير يعني، فعشان كده اللي هو خلاص هو كده شكرا. الاكونت ده فيه بتاع 100 فريند بس هما اللي تبع لودو. بس انا كده بعت مفتاح، حتى لو جيت اراجع مثلا عليهم مفيش ولا واحد ما وصلوش المفتاح. تمام. تمام. انت دلوقتي يا صاحبي لو عندك مثلا 2000 3000 فريند عندك على الفيس، هتحمل التلات نسخ وتسجل الاكونت في التلات نسخ، وكل شوية تروح جاي باعت من نسخة شكل وتستلم المفاتيح بتاعتك، بعدها تبعت من النسخة التانية وهكذا، هيجيلك مفاتيح اكتر. تمام. والتلات نسخ هما بيتثبتوا جنب بعض. هسيب لك طبعا اللينك بتاع القناة في الديسكريبشن اللي هي دي، ولو انت حتى مش عارف تخش عليها هتخش على التليجرام عادي اهو زي كده. تخش هنا في السيرش، هتكتب ميدوز اندرسكول لودو، هيظهر لك القناة بتاعتي اهي. خش عليها يا ابو الصحاب وشكرا كده. الموضوع سهل وبسيط، وهتحمل التلات نسخ وتثبتهم وبس كده يا ابو الصحاب. طريقة التسجيل تعالى اوريها لك برضو. عموما هرجع بس النسخة دي هنا. انا في نسخة دلوقتي اللي هي رقم 3 دي انا ما سجلتش فيها، فهسجل فيها بالاكونت بتاعي واوريك دلوقتي طريقة التسجيل بالظبط. النسخة هي هتفتح لك بالشكل ده. هدوس على علامة الفيس واطلع افصل النت. اول ما البتاعة دي تيجي، اول ما تيجي تحمل كده اروح جاي طالع فاصل النت، عقبال ما هي تخلص لودنج. بعد كده تفتح لي الصفحة دي اكتب فيها الاي دي والباسورد. فانا هكتب الاي دي والباسورد، بس الاول اشغل النت كده واتاكد ان النت اشتغل وكله تمام. تنفع داتا تنفع واي فاي مفيش اي مشكله، المهم تبقى سريع اللي انت تفصل النت. فانا هكتب الاكونت وجاي لكم تاني. وادي هو بعد خلاص ما كتبت الاكونت والاكونت فتح ومفيش اي مشكله. ده الاكونت طبعا اللي انا سجلت بيه، مفيش اي مشكله خالص. وبس كده يا صاحبي، يبقى كده انت معاك نسخه المفاتيح. طبعا انا نسيت اقفل النت عشان كده السرعه مش شغاله، فانت هتعمل نفس الحوار اللي هو بتاع فصل النت والسرعه هتشتغل معاك عادي جدا. بس انا طبعا الاكونت ده فيه فريند كتير فهياخد وقت عقبال ما يحملني. تمام. تمام. بس كده يا صاحبي، هو ده الشرح وبسيط جدا. والتلات نسخ زي ما قلت طبعا هتلاقيهم في الديسكريبشن، هتلاقي اللينك بتاع القناه دي في الديسكريبشن تحت، او زي ما قلت لك تخش على التليجرام اهو وتروح جاي كاتب اهو في البحث ميدوز اندرسكول لودو. هتخش على القناه هتلاقي التلات نسخ، وهتلاقي نسخة طيران اللي هي الشخصية بتاعتي، وهتلاقي نسخة الكشف اهي مع شرح كيفية الكشف، نسخة مفاتيح تانية، نسخة مفاتيح تانية، ودي نسخة الليدر بورد عشان الناس اللي بتلعب ليدر بورد وكده. نسخة فيها بولت وفيها سرعة، والنسخة ذات نفسها فيها سرعة اللي انت تقدر تشغلها، بس بتشغلها من العكس زي ما انا موضح اهو تحت. وبس كده يا صاحبي، هو ده الشرح بتاعنا، واتمنى اكون فدتكم واشوفكم في فيديو جديد. سلام.